صباح الخير أو مساء الخير حسب ما تشوفوا الفيديو. أسعد الله صباحكم ومساءكم وطبتم وطابت كل أوقاتكم بخير يا رب. معاكم رامي أيمن. أنا عارف إن الغيبة طولت، آه، لكن إن شاء الله إن إحنا نحاول ما نقطعش تاني الفترة الجاية دي. طبعا كان حصل يعني شوية ظروف كده، على صدمات، على حاجات كتيرة أوي يعني كانت حصلت الفترة اللي فاتت. أثرت عليا وأثرت على ظهوري في اليوتيوب يعني بشكل عام. فبإذن الله إن إحنا نحاول نطلع الفترة الجاية. أنا حاولت يعني أطلع معاكم، يعني أدردش كده معاكم في فيديو كده، يعني شوية كده لحد ما نظبط كده كام حاجة كده في الفيديوهات أو مقاطع فيديو في الآخر يعني هنعملها. آه، زي ما تقولوا كده، يعني مثلا نعمل زي محاضرات عن النفسية بشكل عام، الاكتئاب اللي الناس بتمر طبعا بظروف بضغوط. لازم يعني نكون نعرفهم إن دي الدنيا وهي دايما فانية ومفيش حاجة باقية فيها، وإحنا بنعمل دايما لآخرتنا يعني. لازم نبقى عارفين ده، لأن في ناس كتير مننا قوي بالوقت الحالي نسيت إن إحنا قاعدين في دار الابتلاء والبلاء والحاجات اللي هي يعتبر امتحان للآخرة فيما بعد. آه، يعني إحنا يعني نحاول إن إحنا طبعا نصبر على الابتلاءات والبلاء اللي بنمر بيه والأزمات اللي بنمر بيها. فإن شاء الله هنعمل لكم زي سلسلة حلقات، مش تصبيرة للنفس أو الكلام ده، لأ. يعني مثلا الناس اللي بتعاني من الاكتئاب النفسية، اللي بيقول لك نفسية صفر، طب أنا عندي اكتئاب مزمن، أنا عندي حاجات. فإحنا هنحاول إن إحنا نفيد الناس قدر الإمكان بالخبرات أو الحاجات اللي مرينا بيها بشكل شخصي كرامي يعني. هنحاول إن إحنا نفيد الناس ونساعد الناس قدر الإمكان من خلال القناة بإذن الله. إن شاء الله يعني تكون عودة خير وما نقطعش تاني، وإن شاء الله يعني تبقى حاجة كويسة. آه، طبعا يعني في بداية الفيديو يعني أنا حبيت إن أنا أبدأ معاكم إن أنا طبعا يعني كان بقالي فترة كبيرة أوي داخل في السنة أو السنتين ما طلعتش على اليوتيوب خالص. وبإذن الله نرجع، يعني دعواتكم معانا إن شاء الله. آه، طبعا كنت مريت يعني بظروف، يعني الله عز وجل يعني الوحيد هو اللي يعلم بيها. لكن بإذن الله نقدم محتوى الفترة الجاية يكون مفيد، وإن شاء الله يعني يكون حاجة كويسة تفيد الناس والناس تحبها. عايزين طبعا يعني نعرف يعني في الأول كده اللي بنمر بيه، أو الأزمات، أو الامتحان اللي احنا فيه، امتحان الدنيا ده هيخلص امتى. فيعني مش عايزك تزعل او مش عايزك تزعلي على اللي بنمر بيه الفترة دي، لكن هي يعني فترة وبتعدي. يعني دوام الحال من المحال، مفيش وضع هيبقى زي ما هو كما هو عليه. كل حاجة بتمر وكل حاجة بتعدي. وأكتر دليل على ده إن الوقت هو أكتر حاجة ممكن يعني تضيع أي أزمة أنت ممكن تمر بيها. هو بس تختلف طبعا، لأن إحنا كل واحد فينا طاقتي غير طاقتك غير طاقة أي حد. بتختلف حسب طاقة كل واحد فينا. انت ممكن تجتاز المحنة دي في قد ايه، ال- ال- الأزمة دي ممكن تجتازها في خلال قد ايه بالظبط. انت ممكن تجتازها في شهر، انا ممكن اجتازها في 3 شهور. بتختلف. لكن الأكيد إن كل حاجة بتعدي. ويعني سواء صدمة نفسية، صدمة عاطفية، حد خذلك، حد يعني سبت شغل، مطحون مثلا في شغلك أو أي حاجة مأثرة عليك، ده بيكون يعني أمر من الله عز وجل طبعا يعني. و... وبيكون امتحان إنك أنت تصبر على ده،
وإنك أنت تكافح وإنك أنت تسعى مهما كانت الظروف، مهما كان الناس بتكسر في مقاديفك بره. ما تسمعش لحد، خليك مع ربنا، واللي مع ربنا دايما زي ما بنقول بيمشي على المية. اللي مع ربنا بيمشي على المية. فمهما الناس كسرت في مقاديفك، مهما اتقالك ان انت فاشل، مهما حسيت ان نفسك خذلانة من روحك، او يعني دايما في جسمنا، يعني زي ما بيقولوا النفس أمارة بالسوء. الأمارة بالسوء دي دايما بيبقى فيه كده زي ما بنقول ما بعد الساعة 12 يقولك ايه ده، فيه جلد ذات، انا بعمل جلد ذات. لا، ما تسمحش لنفسك بده خالص، وما تديش لنفسك مساحة للطاقة السلبية بشكل عام. ابعد عن الناس السلبيين. الطاقة السلبية تمسك بالورد القرآني دايما. مع القرآن برضو يعني خليك مثقف أو اتعلم حاجة جديدة. اقرا كتب تطوير الذات، مثلا تنمية بشرية، حاجة الأستاذ إبراهيم الفقي. اقرا رواية مثلا، أي رواية مثلا لأي حد كويس مثلا، أو من الناس القديمة. زي ما بنقول احنا مع كل كتاب برضو زي ما بسمع من ناس. أنا يعني بصراحة مش هكدب عليكم، أنا ابتديت من السنة اللي فاتت، أواخر السنة اللي فاتت، إن أنا يعني أقرا كتب، وإن أنا أحاول يعني أعرف أكتر في موضوع الثقافة بشكل عام، سواء في مصر أو بره مصر. الناس ترجمات مثلا، كتب مترجمة أو غيره، يعني بحيث إن إحنا نبقى يعني بنتعلم كل حاجة جديدة، يعني كل يوم حاجة جديدة. ما تقفش على نقطة معينة، يعني دايما تخلي عندك دايما جديد. ما تبقاش في دوامة أو روتين بشكل عام. أنام بالليل، أصحى الصبح، أروح الشغل، أرجع أنام، آكل، أصلي، مش عارف وهكذا. الدايرة بتفضل شغالة، يعني شغال دايما في ساقية. بلاش تخش في الدوامة دي. حاول إنك أنت تكسر روتينك إن شاء الله حتى مرة في الأسبوع. ده على فكرة من ضمن الحاجات برضو اللي بتسبب اكتئاب عند البني آدم. بس خلينا برضو يعني ما نتطرقش قوي في موضوع الاكتئاب ده، يعني مش عارف برضو يعني هل انا الشخص المناسب ان انا اقدر اكلمك عن حاجة زي كده ولا لا. ممكن تقولي مثلا انت شكلك اصلا مش مبسوط. لا، لا، عادي. لكن الاكتئاب يعني بالمعناها الانجليزي depression. depression لو جينا قسمناها كده، مش مش معناها اكتئاب. هتلاقيها depressed. جسمك خلاص وصل لنقطة بيقولك انت خلاص ريح، خد راحة تامة. depressed يعني راحة عميقة، راحة تامة. افصل عن أي مؤثرات سلبية ممكن تحصل لك في حياتك. عندك ضغوط في الشغل، ضغوط في الحياة، عندك ديون، عندك أي حاجة، يعني ربنا يفك عنك طبعا. بتحتاج إنك أنت تفصل. يعني في برضه حتى تمرين اتعمل، أو ناس كتير قوي رجحت أو recommended الموضوع ده. إنك أنت ممكن تقعد في مكان ضلمة، مثلا على سرير أو في مكتبك أو أي حاجة، بعد ما بتخلص شغلك تقعد ساعة في صمت تام. مفيش تكة كده حتى ما تسمعهاش. الإبرة أصلا، رنة الإبرة ما تسمعهاش. ليه؟ لأنك أنت بيقولك إن أنت عقلك بيحاول يفرغ كل الهموم اللي جواك، أو كل حاجة. مثلا عندك مشكلة كبيرة مش لاقي لها حل. في ناس أثبتت بجد إنك أنت ممكن تقعد ساعة كاملة مغمض عينك قاعد كده، مفيش نسمة الهوا ما تسمعلهاش حس أصلا، بتوصل لحل. يعني عقلك بيبتدي يستوعب المشكلة، يبتدي يفكر فيها،
يبتدي يبتكر ليها حلول جذرية، حلول منطقية بتمرن عقلك على انك انت تعمل حاجة، موقف، يعني تاخد موقف تجاه المشكلة دي بشكل سليم، لا يأذيك ولا يأذي غيرك ولا يأذي أي حد. تقدر تطلع بمبدأ الوين وين. هتلاقي مشكلتك بأمر الله اتحلت. طبعا يعني أهم حاجة طبعا زي ما قلت لك برضو تستعين بالله، وأي حاجة بتحصل لك هي يعني أمر من الله عز وجل. وزي ما قلت لك برضو بأكد عليك نقطة دوام الحال من المحال نهائي. نقطة تانية كنت عايز أكلمكم فيها في الاستعجال. لما حد بيجي يقول لي مثلا الدنيا اتغيرت، أنا ما عملتش حاجة، بقيت 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما وصلتش لحاجة في حياتي، ما عملتش إنجاز، ما حققتش أي حاجة في حياتي. أنا عارف يعني حاجة زي كده برضو، أنا برضو كرامي بمر بيها، لكن خلينا زي ما قلت لك يعني متفائلين إيجابيين. ابعد عن السلبية، ما تسمحش لدماغك أو عقلك إن هما يفكروا في سوء. ما تحاولش تأذي نفسك بأي حاجة بأي حال من الأحوال، عشان برضو سمعت إنك أنت ممكن وصلت بيا انتحار، وصلت بيا اكتئاب حاد، ابتديت تاخد أدوية، مع مرور الوقت جسمك ابتدى يظهر فيه علامات ارتكارية وعلامات قلق، إيذاء نفسي، حاجات كده. حاول تتمسك بجملة كده دايما بحب أفكر نفسي بيها: أنت مش متأخر عن حاجة نهائي. يعني إيه؟ يعني اللي يتجوز في سن مثلا خلينا نمشي مثلا، اللي اتجوز في سن 25 ربنا رزقه بعيل، مثلا ابتدى يسعى في شغلانة، اتوظف في سن 29 أو 30. واحد تاني ممكن يكون اتجوز في سن 30، لقى شغلانة ربنا كرمه بعيل والدنيا مشيت معاه في أقل من سنة مثلا. فأنت مش متأخر عن حاجة. غيرك مثلا ممكن أنت تكون في يعني شغال، مثلا خلصت جامعتك، لقيت شغل، لكن ربنا مأخر عنك جواز. ممكن تسقط سنة، تسقط 2، تسقط 10، لكن بعد ما تخلص على طول ممكن تلاقي شغل وتتجوز في نفس الوقت. غيرك ممكن مثلا يبقى عنده مثلا التزامات، أو مثلا دخل جامعة خلص على طول، قعد فترة عقبال ما يلاقي شغل وربنا كرمه بشغله وبعد كده اتجوز. فالنقطة اللي أنا عايز أوضحها لك من كل الأمثلة دي إنك أنت مش متأخر عن حاجة. ربنا مسبب لك الأسباب في الوقت المعين. ربنا بيبعد عنك الشخص ده أو الحاجة دي في التوقيت ده، علشان عارف إنك أنت لو الشخص ده فضل معاك بعد التوقيت ده هتحصل مشكلة ليك، هيحصل أذى ليك. ممكن الشخص ده يرجع لك تاني أو ممكن ما يرجعش، لكن في كلتا الأحوال أنت الكسبان. فاهمني؟ أو أنت الكسبانة طبعا. بالنسبة ل كونسبت برضو، يعني زي ما كنا بنسمعها في الأفلام، في فيلم عسل أسود لما بيقول له عندنا كونسبت اللي هو الحمد لله. مفيش حاجة اسمها إن إحنا عايشين وعاملين نفسنا مبسوطين، لا، مفيش الكلام ده. أنت طبعا يعني اللي بيسكن في كوخ وبيصلي على النبي كأنه قاعد في قصر. يعني أكثروا من الصلاة على النبي وقربوا من ربنا وحافظوا على ورد القرآني على طول. هتلاقي ربنا ميسر لك دنيتك. لو ربنا يعني برضو اللهم لا اعتراض لو مش موفق لك في رزق، بس ربنا موفقك في صحة. ربنا ما بيديش عبد ال24 إيراد بتوعه ناقصين. دايما ربنا بيديك حقك كامل مكمل، مفيش حاجة انت بتاخدها ناقصة. دايما كل حاجة انت بتاخدها، سواء صحة، سواء رزق، سواء مال، سواء بنون او يعني ابناء،
سواء عمل، يعني ربنا بيقسم كل واحد يعني جزء معين، فارضى بقليلك وقول الحمد لله عشان ربنا يزيدك. يعني دي حاجة طبعا أساسية. ف صلي على النبي واستهدى بالله وقت ما يجيلك نوبة غضب، أو وقت ما يجيلك لحظة تفكير سلبي، أو وقت ما يجيلك إنك أنت يئست من الحياة. خد راحتك، خد وقتك في التعافي، لكن ما تنساش ربنا. ربنا فوق كل شيء، وربنا هيقدر يوفقك أيا كانت مشكلتك، أيا كانت محنتك. ربنا بإذن الله بيقف معاك وبيسخر لك الناس اللي تقدر حتى تساعدك في أي وقت بتحس فيه إنك أنت خلاص أنت وصلت مثلا زي ما بنقول للقاع أو للحضيض. فبتلاقي ربنا بيسخر لك شخص أو حد، أو هو ذات نفسه زي ما بنقول يد الله، يعني بيسخر لك حد أو شخص لعله ممكن يكون وحي إن هو يقومك، يعيد التفكير في دماغك إن أنت أنا مش هقف في النقطة دي، أنا عايز أعلى، عايز أوصل، عايز أنجح، عايز أحقق طموحي، عايز أوصل لحلمي. في ظل طبعا ما احنا يعني ما بنمر من أزمة بطالة أو يعني مش يعني معظم الشباب يجي 70% أو 80% وأنا منهم مش عنده رفاهية الاختيار. دايما بيجي عليك فترة لازم تكون مجبر إن أنت تفضل في حتة معينة علشان يعني مفيش حاجة، مفيش ملجأ تاني، أو مفيش خيار أو أوبشن تاني. بتضطر إنك أنت تفضل في مكان معين أو في نقطة معينة لحد ما ربنا يكرمنا أو يكرمك أو يكرمك بأي وظيفة تانية أو أي حاجة تانية. من الآخر يعني إنك أنت يعني ربنا يرزقك طبعا بأي حاجة بتتمناها أو بتحلم بيها. بس يعني عايز أفهمكم إن إحنا فعلا مش بيبقى عندنا رفاهية الاختيار، وإن إحنا بنكون مجبرين في حاجات إن إحنا نقدر نعملها علشان مفيش أوبشن تاني. في الحالة اللي زي دي يعني زي ما بيقولوا ارضى بقليلك حتى لو العذر مش تمام. اللي يأذيك عديله، واللي يحبك شيله على دماغك، لكن يعني خليك دايما مسامح في أي حاجة. مسامح في ناس خذلتك، متقفلش بابك حتى لو الشخص اللي خذلك ده عايز يرجع لك تاني. عمرك ما تقفل باب في وسط حد في حد. النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما قفل بابه في يعني مع حد أو قدام حد أو يعني أي حد لجأ ليه عمره ما قفل بابه في وش حد. دايما احنا بنحاول نمتثل أخلاق النبي حتى لو في ناس ما تستاهلش، حتى لو هانت عليهم العشرة والملح. ده خليك دايما فاتح بابك للناس واخدم الناس. يعني اعمل عمل خير، لأن انت مش عارف أصلا أنهي فعل أو أنهي عمل اللي ممكن يدخلك الجنة. انت ممكن تصلي الفجر وربنا ما يتقبلش منك، ممكن تعمل عمل تطعم مسكين ربنا يدخلك عليه الجنة. انت ما تضمنش يعني زي ما بنقول برضو لا تدري أي نفس بما كسبت، ولا تدري أي نفس بأي أرض تموت. يعني انت ممكن تعمل حاجة صغيرة زي الست القصة الشهيرة اللي احنا عارفينها طبعا، الست اللي تركت القطة تاكل من خشاش الأرض وحبستها
دخلت النار، والرجل اللي كان في الصحراء وروى كلب بالخف بتاعه، روى كلب بالمية ودخل الجنة. فانت ما تعرفش ايه الحاجة اللي ممكن تدخلك الجنة. فسامح وعدي، وخليك دايما 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 لما تحس ان فعلا في حد جاي عليك قوي ومعندكش رفاهية الاختيار، انت يعني تتحمل ده وبتصلي على النبي، وهتلاقي ربنا والله بيرشدك للطريق، او انك انت كمل طريقك. آه، ما تقفش، ما تجيش بعد ما قطعت مشوار كبير تسيبه على حاجة تافهة أو حاجة أو غلطة صغيرة. لأ، خليك دايما تحمل علشان توصل لحاجة أنت عايزها. يتعين عليك إن أنت تتحمل لحد فترة معينة، وربنا بإذن الله يكرمك. لكن برضو نيجي برضو في نقطة كده عايز أتكلم فيها. لو ربنا كرمني أنا هدوس على الناس، هدوس على الخلق. لأ، انت لو فكرت كده ونيتك كده، عمر ما ربنا هينجحك، عمر ما ربنا هيوفقك. فاعمل الحاجة لله واخلص نيتك علشان ربنا يبارك لك فيها، وعشان ربنا يعدي لك الصعاب ويعدي لك اي حاجة وحشة. ستوب. نيجي لنقطة كمان كنت عايز اتكلم فيها. انت مش يعني دماغك هي راس مالك. مفيش حاجة اسمها انت يعني فلوسي. طبعا في ناس اغنياء قدروا يعملوا ثروات، لكن عملوها بدماغهم، ما عملوش لا بشغل، ما عملوهاش بمصالح، ما عملوهاش بسبوبة، عملوها بدماغهم. قدروا يطوروا من دماغهم وقدروا يشغلوا دماغهم علشان يوصلوا لنقطة معينة، من اللي هو أنا كل ساعة بقبض فلوس، أو كل يوم حتى لو مش بشتغل بيخشلي فلوس. مش زيكم برضو، يعني الواحد بيسعى، لكن أنا بحاول أفيدكم على قدر الإمكان من اللي يعني الواحد شافه الفترة اللي فاتت دي، وبالذات إن أنا كمان قفلت وبعدت عن اليوتيوب. يعني كان الموضوع طبعا صعب صحيا ونفسيا، وحصل حاجات كتير. فطبعا كان الحمد لله على كل حال. لكن الواحد ابتدى يرجع واحدة واحدة، وهي كانت يعني شوية أزمات كده عاطفية على نفسية على جسدية. فالحمد لله إن إحنا ابتدينا نرجع بالتدريج، وإن شاء الله ربنا ما يقطع لنا عادة. وكل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة شهر رمضان الكريم. يا ربنا كده يا رب يجعلنا كده من عتقاء الشهر الكريم، ويوفانا ويجازيكم طبعا وكل خير، ويرزونا أجر ليلة القدر اللي احنا بنستناها من دلوقتي بإذن الله. وما تنسوش طبعا لو تقدروا تختموا القرآن يبقى حاجة عظيمة جدا يعني، وتتدبروا القرآن. يعني انك انت تقرا القرآن مش لازم تتدبره وتفكر فيه. زي ما بنقول يعني تقراه بتمعن علشان تقدر تفهم الآيات وتفهم مغزاها. لعل وعسى يعني تقدر حتى تمتثل للآيات والعبر اللي موجودة فيه، عشان تقدر حتى تواكب حياتك بكل راحة وكل خير، بدون قلق وبدون أي حاجة. وزي ما قلت لك طبعا انت مش متأخر عن حاجة. اللي عمل اللي اتجوز في سن ال30 وربنا رزقه بال40 غير اللي اتجوز في ال40 وربنا رزقه بعيل بعدها بسنة. فانت مش متأخر عن حاجة، وانت استخير دايما ربنا في اي عمل او اي قرار انت بتاخده يعني مقبل عليه، زي وظيفة او جواز او خطوبة حتى.
فطبعا ما تزعلش على اي حاجة بتحصل لك، لان في الاول وفي الاخر اللي بيحصل لك هو خير. مفيش حاجة بتحصل لك شر، ولو حصل لك شر فهو بيكون تجنبا او حفاظ عليك من شر كبير. يعني زي اللي بيقول لك الدعاء بيخفف اي عقاب ممكن يكون نازل لك. فانت ما تدراش البرد اللي جالك ده كان ممكن يجيلك ايه لو ما كنتش حمدت ربنا على حاجة. فاهمني؟ فدايما نقول الحمد لله على كل حال. حاجة كمان كنا عايزين نتكلم فيها بالنسبة لوظيفتك أو شغلك أو وظيفة أحلامك. محدش بيشتغل طبعا الحاجة اللي هو عايزها، لكن في اللي أنا ممكن أوصل للسلم الوظيفي بتاعي اللي أنا عايزه من خلال تدرج في أي حاجة تانية. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت خريج حقوق وكان حلمك مثلا إن أنت تسافر برا. ممكن خريج الحقوق ده مثلا، وأعرف ناس عن تجربة حصلت معهم في القصة دي، خريج حقوق راح اشتغل في شرم أو اشتغل في مدينة تانية، اشتغل فيها ويتر. اتعرف على حد هناك، ساعده، قدر يساعده، وعرف ان هو طبعا يعني حد محترم ومتعلم، وقدر عمل له السي في وقدم فيه وقدم بره في جامعات بره على منح، و منحة التفوق ورا منحة التفوق بقى أستاذ جامعي بره في بلاد في أوروبا. فمن خريج حقوق لأستاذ جامعي أو أيا كان وظيفتك، ممكن تبقى أنت مدير علاقات عامة أو مدير سوشيال ميديا في في شركة أوروبية بره. فأنت ما تضمنش الوضع اللي أنت اتحطيت فيه ده، اتحطيت فيه، يعني اتحطيته بس الهدف معين انت ممكن ما تدراش بيه. عشان كده دايما بقولك ان خطة ربنا هي الأحسن. احنا حساباتنا كلها بالورقة والقلم تؤدي فعلا ل... ل... يعني لحاجة سلبية، حاجات كتير جدا سلبية. لكن آه، بحسبة ربنا طبعا ليها أبعاد تانية خالص، وليها آه، أبعاد مختلفة تماما. يعني ربنا طبعا عليم حكيم طبعا على الموضوع ده. فخطتك مش هتيجي أحسن من خطة ربنا. لكن في الوظيفة، في السلم الوظيفي بتاعك، انت لو داخل الشغلانة دي على أساس انك انت قاعد فيها فترة وماشي، فاحرص على انك انت تبقى سايب أثر طيب، لأن مش مخلدين. فالحاجة الوحيدة اللي بتفضل اللي هو لما يقولك الله يمسيك بالخير يا فلان، الأثر الطيب ده هو اللي بيفضل. فاحنا نحاول طبعا على قدر الإمكان إن احنا نسيب أثر طيب، ما نبقاش زي العصافير اللي بنتكلم هنا وبنتكلم هنا ونتكلم على ده ونختب على ده بسوء أو بعيوب أو بشغل مش تمام أو أيا كان. حتى لو انت بيتقال عليك كلام زي ده، خليك انت الأحسن وبادر بالحسنى دايما، وحافظ على نقاء قلبك. أنا عارف إن هيكون الموضوع طبعا صعب، لكن زي ما بيقولك إن الطيبون هم أتباع الأنبياء. فاحرص على إنك أنت تبقى طيب لكن ما تأذيش حد. تكون طيب بس حريص على نفسك، حريص على إنك أنت محدش يجي عليك، حريص على إنك أنت تقوم بشغلك على أكمل وجه، وتراعي ضميرك وتراعي نفسك وتراعي كمان المكان اللي انت شغال فيه، لأنك انت في الأول وفي الآخر بتعمل حاجة بتعملها لنفسك في الشغل. يعني شغلك ده هو السي في بتاعك. ممكن الحاجة دي تكون حاجة تبعك انت، حاجة ليك انت. فطبعا يعني تحرص على شغلك، لأن
اتقان العمل ده حاجة طبعا اساسية وربنا قال عليها. آم، دماغك طبعا احنا زي ما قلنا ان دماغك دي هي راس مالك، هي اللي بتجيب الفلوس، مش مديرك هو اللي بيديلك قبضك كل اخر شهر. فكر في انك انت تقدر تستفيد بايه، وزي ما قلت لك في الاول اتعلم كل حاجة، كل يوم حاجة مفيدة. اللي يعرف حاجة عن كل حاجة بي... بيبقى مطلوب اكتر. انك انت تبقى فاهم مثلا برمجة، فاهم تسويق، فاهم سوشيال ميديا، فاهم مودريشن، فاهم في مثلا اللغات، معاك لغة. في الحاجات دي كلها بتفيدك، فاهمني؟ فما تخليش حد طبعا يسوقك او محدش يوجهك ان انت تعمل حاجة معينة انت مغصوب عليها بره شغلك طبعا، او ان بمعنى اصح انك انت تسمع لكلام الناس. لا، انت يعني اسمع، امشي ورا دماغك. انت شايف دماغك حلو، امشي وراه. ما تاخدش بكلام الناس. ما تقولش انا هعمل عشان فلان عمل فهعمل زيه. ما تقولش ان فلان جاب حاجة فاجيب زيه عشان هو جابها. لا، يعني خليك انت سيد قرارك، خليك انت صانع القرار، خليك انت اللي بتسوق نفسك، محدش اللي بيسوقك. ما تبقاش سوري يعني زي الحنطور، انا مش عايز اقول الحمار. ما تبقاش انت اللي مربوط في الحنطور وحد تاني اللي بيسوقك. في الشغل، الشغل مختلف، الشغل ده حاجة، انما انا بتكلم بره الحياة العملية والحياة المهنية. خليك دايما انت اللي سايق نفسك، مش حد اللي بيسوقك، ولا تسمع لكلام الناس. لو مثلا انت كمدير او موظف، خلينا اصحاب القرار او المديرين، ما تسمعش لحد اتكلم عن موظف وحش. لا، خليك انت كمدير منك للموظف، عشان تبقى عارف ايه اللي بيحصل. الموظف هو اللي هيقولك الحقيقة، مش المدير الموظف اللي هيقولك انت الحقيقة، كصاحب شركة او كصاحب عمل. آه، دايما طبعا المدير هو اللي بيخدم او اللي بيخدم الناس اللي معاه، لانك انت لو مدير هيبقى معاك ناس هي اللي هتخاف على شغلك، هيبقى عندهم ولاء ليك. فلما يلاقوا ان مديرهم بيشتغل بايده واسنانه اكتر منهم، هيعرفوا ان المكان ده فعلا يستاهل، وهيعرفوا انك انت يعني انت كموظف هتبقى خايف على شغلك، وخايف مش من قصة ده خصومات ولا الحاجات دي، ولا ان انا بوصل في مواعيد متأخر، ولا بمشي بدري، ولا بمشي بره عن معادي. انت بتبقى بقى خلاص انت شايف مدير بيحرد بايده واسنانه علشان الموظفين بتوعه، يعني بيحارب عشان الموظفين بتوعه. فانت ليه ما تبقاش ساعتها انت كموظف هتخاف على شغلك؟ فطبعا دي يعني من الحاجات اللي انا بحبها في صفة المديرين، ان هم يكونوا دايما آه، على اهل او على قدر من المسؤولية، وعلى درجة كبيرة من الوعي، فاهمين يعني ايه إدارة، فاهمين يعني ايه صاحب عمل، فاهمين يعني ايه مدير تحتيه ناس في رقبته. يعني في مديرين كتير جدا ممكن يقطعوا عيش ناس. فربنا طبعا ما يجعلنا من الناس دي، او ربنا يجعلنا من المديرين اصلا اللي هم يعني الكويسين، زي ما يقول لك المدير الحنين رزق. فخليك حنين على موظفينك. لو انت مدير او صاحب عمل، افهم، ما تسمعش لكلام الناس او لكلام مديرين الفرعين اللي تحتيك عن فلان عمل فلان سوى. ده ممكن فلان ده ما يكونش عمل العمل ده، ما يكونش عمل السوق ده. فخليك دايما على اتصال بموظفينك، وعلى درجة قرب منهم، يعني تبقى قريب منهم. آه، ان شاء الله يعني برضو انا بذكركم يعني بالموضوع ان احنا ان شاء الله
هنبتدي ننزل من بعد الفيديو ده زي سلسلة حلقات أو سلسلة يعني فيديوهات، مقاطع فيديو بإذن الله فيما تتعلق بالصحة النفسية، أو ناس بتتكلم معايا في موضوع النفسية، أو بشكل عام في حياتهم، الصعوبات اللي بتواجههم، الحاجات دي كلها هنقدر نتكلم عنها باستفاضة بإذن الله في الفيديوهات الجاية. ممكن نبقى نعملها في سلسلة حلقات، وحاجات طبعا كتير مفيدة بإذن الله الفترة الجاية دي هنقدر نعملها. نرجع لتكملة النقطة بتاعتنا فيما يتعلق بالعمل والمديرين والحاجات دي كلها. طبعا يعني برضو انت كموظف شايف ان مديرك جاي عليك، ما تحطش الموضوع، ما تشخصنش الموضوع. ليه؟ لانك انت بتعمل العمل ده لله، مالكش دعوه بحد. ان الله ان احب احدكم عملا ان يتقنه، فانك انت تعمل العمل بتعمله لوجه الله، عشان انت ده هتتحاسب عليه في الدنيا في الاخر. مثلا اللي بيختلس، اللي بيعمل شغل مش قد كده مثلا، او يعني انك انت بتعمل العمل باستهتار، بتغش، في غش في العمل مثلا، في حاجات كتير طبعا. ف يعني انك انت تبقى متقن لعملك، والمحبة في العمل أو في بيئة العمل بتاعتك هي الأساس. كل حاجة في الشغل، الناس بتروح وتيجي في الشغل، وما بيفضلش غير السمعة الحلوة. لما فلان بيمشي يقول لك الله يمسيك بالخير يا فلان، كان بيعمل وبيعمل 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 حاجة مثلا انت متميز فيها. عشان كده برضو نرجع للنقطة الأولانية لما قلت لك ايه، انك انت تبقى تتعلم كل يوم حاجة جديدة، انك انت الحاجة دي انت ما تدراش انت ممكن تشتغل بيها، ممكن تفيد حد، ممكن تبقى فتحة خير ليك، ممكن تبقى هي الكنز ذات نفسه، هي زي ما بنقول المعلومة اللي ب1,000,000 جنيه. فما تدراش المعلومة اللي انت بتاخدها او اي حاجة انت بتستقبلها بتكون خير ليك. وبرضو شوية حاجات لازم تحطها في ودنك، ان انت ما تبقاش، انت مش داخل السباق مع حد، انت داخل مش عايز تثبت حاجة لحد ولا حتى بتثبت لنفسك. انت بتعمل عشان شخصك، عشان انت، خلينا نقول انت بتعمل لنفسك. يعني انت بتعمل لنفسك مش لحد. مش بعمل الحاجة دي عشان خايف من فلان، ما بعملش دي عشان خايف من علان، ما بعملش دي عشان خايف انه تخصم لي، لا انا بعمل دي علشان انا حابب دي، عشان انا متقن في شغلي، عشان انا بغير على شغلي. فانت لازم تبقى فيك النزعة دي، انك انت خايف على شغلك، ان انت بتعمل ده زي ما قلت لك لوجه الله. حتى لو واحد ظلمك وافترى عليك وجه عليك، خليك انت سباب الخير وسامحه، لانك انت برضو ما تدراش الخير فين، ما تدراش ربنا ممكن، يعني انت لو شلت في نفسك ممكن ربنا يبتليك بحاجة اشد. ممكن لو ما صفحتش فاصفح، انك انت في الاول في الاخر انت اللي هتبقى كسبان نفسك، وكسبان حياتك، وكسبان كمان رضا ربنا. انا الله اعلم، انا مش خبير طبعا في الدين ولا الحاجات دي كلها، لكن يعني ما تبقاش طبعا يعني انك انت طيب لدرجة السذاجة، لكن تخليك انك طيب لدرجة الحرص، انك انت تحرص من فلان، او جربت مثلا موقف معاه ولو بسيط، حصل منه حاجة وحشة، خلاص انا عرفت ده عليه علامة اكس كده، ان انا مش هتعامل معاه غير في الحدود. فاهمني؟ بس فدي من الحاجات لازم برضو تكون عارفها. ومين عالم انت مثلا ممكن تكون في شغل انت مش حابه، ربنا يكرمك وتشتغل بيه بره، فانت ما تزعلش على
البوزيشن اللي انت فيه دلوقتي ممكن يكون صغير، لكن بحسبة ربنا ممكن يكون البوزيشن ده هو فتحة خير كبيرة قوي عليك. فارضى بقليلك، غيرك برضو ممكن تصبر نفسك بحاجات زي كده، انك انت غيرك مش لاقي ربع الفرصة دي. حاجات كتير يعني. برضو زي ما بنقول يعني انك انت في أزمة دلوقتي او في حاجة ماسة، انك انت تواكب الظروف اللي احنا بنمر بيها حاليا. احنا مش عارفين بكرة ايه اللي هيبقى موجود، ولا ايه، مين اللي هيبقى عايش ومين اللي مش هيبقى عايش. حاجات كتير لازم تبقى مركز فيها، ومعايير كتير جدا. وزي ما قلت لك يعني ارضى بقليلك، حتى لو العذر مش تمام، ولا حتى لو اللي بيجيلك منه آه، مش موفي لك حقك. لأن لعل وعسى ممكن مع مرور الوقت ربنا يكون شايل لك زخر من النعم قدام. طبعا نيجي لنقطة تانية فيما يتعلق بالتطوير من النفس. زي ما قلت لك برضو في بداية الفيديو عندنا، انك انت تقرا آه، كتاب، او بالاضافة طبعا للورد القرآني. طبعا القرآن ده حاجة مقدسة طبعا لينا كلنا، لكن احنا بنتكلم في الثقافة. انك انت كل ما هتقرا كتاب، كل ما مستواك في الوعي وفي الثقافة بيزيد. انك انت كل يوم بتتعلم حاجة. فانت مثلا لو هاوي كتابة، فانت بتوسع افاق وبتوسع افكار في دماغك، ان انت ممكن تعمل حاجة او يبقى يكون ليك عمل مستقل في يوم من الايام. م- مثلا تعرضت لموقف، فحسيت انك انت مثلا ممكن في قراية مثلا اي رواية او اي كتاب او اي كان، ممكن تلاقي الموقف ده اللي مريت بيه موجود، تقدر تتصرف ناحيته. تقدر تبقى عارف المكان او ايه الكلام اللي يتقال لكل مقام مقال، او لكل مقام يعني. كل كلام الرد بتاعه الجاهز. فانت ممكن مثلا وانت بتقرا كتب، ممكن يكون في حاجات مستعد ليها، ما تبقاش مثلا تتلجلج او خايف او الحاجات دي كلها. فالثقافة او القراية بشكل عام بتعلي من نفسك. ولما تيجي تتكلم مع حد، يبقى عارف هو بيتكلم حد تقيل، حد فاهم، حد قاري. مش لازم تبقى قاري روايات، مش لازم تبقى قاري حاجات فاني. ممكن تقرا مثلا في التاريخ، تقرا في الأدب، تقرا في حاجات كتير انت ممكن مثلا تكون مهتم بيها، او حتى حاجات آه، غفلة عنك يعني، غفوت عنها. آه، نقطة كمان يعني في كذا حاجة. ما تحاولش انك انت انا وصلت دلوقتي لنقطة خلاص انا اقف عندها. آه، لا، دايما في الأحسن، دايما إنك أنت مستمر. إنك أنت لما بتعلم من نفسك على طول، تعلم من قيمتك. إن الشخص اللي ما بيعملش حاجة في حياته بيبقى دايما هو بيبقى في نظر الناس كده. فأنت خليك دايما كبير، كبير في نظرك قبل ما تكون كبير في نظر الناس. علشان انت لما هتعمل كيان لنفسك، انت هتقدر تبقى اي حد هيحبك، اي حد هيبقى فخور بيك. فاشتغل على نفسك، ما توصلش لنقطة وتقف. احنا دلوقتي في عصر اللي بيقف ما خلاص، احنا بنسابق الزمن. ما ينفعش تقف في حتة او تقف في نقطة، غيرك هيسبقك، واللي هيسبقك هتبقى انت متأخر. مش هتلحق. لازم تواكب الدنيا، ولازم تبقى منفتح على ثقافات، وتفهم ثقافة الناس مثلا اللي بره. تفهم طبيعة العمل، تفهم السوق اللي انت كنت شغال فيه. الدنيا بتتحرك فين، طب رايح على فين، طب هنعمل ايه، طب الحاجات دي كلها لازم تكون ابديتد على طول.
امسك الجورنال فر كده وانت قاعد، يمكن تيجي على بالك فكرة، يمكن تشوف مثلا اخبار، تيجي تتكلم مع حد، تبقى فاهم انت بتقول ايه، واللي بيتكلم معاك فاهم الشخص ده، يبقى حد كبير فاهم ومطلع وعارف مجريات الامور واللي بيحصل كله. آه، طبعا من تواضع لله رفعه طبعا. لما تبقى متواضع ربنا بيزيدك. ما تجيش تقول انا الفلان والعلان، وانا اللي بجيب وبودي وببيع وبشتري وبعمل من البحر طحينة والف الناس واعبي الهوا في ازازة وابيعه. مفيش. دايما احنا حتى سن ال60 وحتى سن ال70 احنا بنفضل نتعلم ودروس، والحياة مليانة دروس ومليانة حاجات كتير جدا بنتعلمها. انت ممكن يكون عندك 25 سنة وبتعلم ناس عندهم 60 سنة، لانك انت تعرضت لمواقف هم عمرهم ما تعرضوا لها. فالعمر بيكون مجرد رقم. التجارب هي اللي بتثبت البني آدم، وهي اللي بتديله قيمته، واللي بتعلي من سعرك انت يعني انت كبني آدم، كجسد، وفيك روح وفيك عقل وفيك قلب، فيك فيك دهب. سعر الجرام بتاعه بيزيد زي ما بيزيد طبعا دلوقتي، لكن احنا بنتكلم في قيمتك زي الجنيه الدهب او زي الدهب عموما. بتزيد كل يوم، كل ما بتثقف نفسك وكل ما بتطلع على معلومات، وكل ما بتوسع عقلك بتلاقي نفسك انا بقيت كده ازاي، انا كنت فين وبقيت فين. طب انا في السنة اللي فاتت في نفس التوقيت ده كنت بعمل حاجات انا دلوقتي ما بقيتش اعملها. مستوى نضج كبير، مستوى حاجات كتير كتير جدا تقدر توصل لها بالتطور، انك انت تفضل متواضع علشان ربنا يزيدك وتقدر تساعد غيرك. يعني مثلا في ناس كتير قوي ممكن تتمنى لك الخير، لكن عارف بيبقى في سنة كده يقولك يا رب اكرمه، بس ما تدلوش اكتر مني، ما تدلوش الحاجة اللي تميزه عني. بيبقى حاجة غلط يعني طبعا. فاتمنى الخير بالغير وساعد الناس، لعل وعسى يفتكرك بدعوة تكون هي سبب كبير جدا في ان ربنا يرزقك، او ان حتى يعني يعني تدخل عليها الجنة. احنا مش عارفين، احنا دلوقتي احنا في دار فانية. لما بننزل مش عارف اجيبها لكم ازاي. لما بننزل القبر ده بيبقى ضلمة، بتبقى حتة ضلمة، حجرة ضلمة تماما. وانا مريت بالموقف ده، يعني مش من قريب، لكن لسه مازال لغاية دلوقتي معلم فيا ذكرى يعني وفاة خالي ووفاة ست الله يرحمهم. آه، لما بتنزل العين تحت بشوف خلاص، يعني احنا فانية. فملوش لازمة ان انا اعارك ده، ولا ابص على ده في رزقه، ولا ابص على ده في ماله ولا الجاه بتاعه. المدير زي الغفير. ما يعني ما تحاولش انك انت تثبت لان حد حاجة، لان احنا في امتحان. الدنيا دي امتحان للآخرة. اللي احنا فيه ده مش نهاية، عمرها ما كانت نهاية، دي مجرد البداية انك انت في اختبار. وزي ما قبل كده برضو حد قال لي الجملة دي، لما تبقى في اختبار من ربنا او بتسأل ربنا يا رب ارزقني، او يا رب انا مش عارف اعمل ايه، ده بيكون اختبار. لانك انت من الاختبار ده آه، ربنا بيكون شايف ومطلع وعالم باللي انت بتعمله، فهو بيمتحنك. انت كأنك قاعد في لجنة بتمتحن، بتستجرب انك انت تسأل مثلا
المدرس تقول له حل إجابة السؤال ده إيه؟ لأ، بيسكت. فنفس الموضوع برضه ربنا معانا، إحنا التلامذة وربنا هو المدرس عز وجل طبعا، تبارك الله يعني عز سبحانه وتعالى طبعا. لكن التشبيه إنك أنت بتكون في امتحان في الدنيا، حاول تجيب على الأقل الفول مارك، أو حاول تجيب درجة، ما تحاولش تسقط في الامتحان اللي انت فيه. لأن زي ما قلت لك، انت حسنة صغيرة ممكن تدخلك الجنة، ممكن صلاتك أصلا ما تبقاش مقبولة، لكن عملك وأثرك الطيب مع الناس هو اللي ممكن يدخلك الجنة. احنا لما بنصلي ما سألتش نفسك في مرة بعد ما بنخلص الصلاة دي، هل الصلاة دي عند ربنا مقبولة ولا لأ؟ يعني ما سألتش مرة نفسك هل الموضوع ما جاش على بالك قبل كده؟ ممكن ربنا واحنا بنصلي ربنا يتقبل منا جميعا، واحنا بنصلي العمل ده بيرفع وده بيرفع وده بيرفع، انت ممكن لأ من وسط 50. فالموضوع بيكون يعني مش زي ما انت متخيل، الموضوع كبير قوي عند ربنا الدنيا يعني. وبرضو الناس مثلا اللي يبقى معاه فلوس وشايلها يقولك انا شايلها للزمن، انت هتيجي هتلاقي نفسك متر في متر ونص، مش واخد معاك حاجة تحت، فاهمني؟ فطبعا يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني نوصل للناس قد ايه الموضوع بسيط، قد ايه الموضوع مش محتاج حرق دم، مش محتاج انك انت تخش في نزاع او في خلاف او في خناق مع حد. مش لازم انك انت تعمل لحد بلوك، سيبه عندك. واحد قالك انت فاشل، خليه عندك ديكور، بكرة يعرف ان نجاحك ما كانش يعني كان مجرد بداية، نجاحك كانت اول بداية الفشل. احنا دايما برضو زي ما في مثل صيني يقولك فول 7، يعني اسقط يعني اخسر يجي 7 مرات وهتطلع في المرة التامنة. اسقط في المليون هتلاقي نفسك بتطلع وبتنجح في المليون وواحد. ما تبطلش سعي، حاول تسعى. زي ما قلنا احنا الدنيا فانية، لكن هي دار الشقاء، دار الابتلاء والبلاء. يعني حاول على قد ما تقدر انك انت تكون مسالم مع نفسك، ما تجلدش نفسك، ما تحاولش توصل لنفسك نقطة انك انت خلاص انا لم اعد استطيع التحمل، او الموضوع فوق طاقتي او الكلام ده كله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وربنا ما بيعملكش اي حاجة وحشة. حتى لو ابتلاك بحاجة ده بيكون علشان يطهرك من ذنوب، بيطهرك من حاجات كتير، بيزود من حكمتك، بيزودك من بيوصلك لنقطة عايز يعليك، عايز يغيرك. لما تلاقي نفسك بتخسر أشخاص، بيعزلك، بتخسر ناس، بتخسر حاجات كتير، ده ما بيكونش حاجة بفعل بني آدمين، لأ، ربنا بيكون عايز يعزلك. لما بيعزلك بيبقى عايز ينجحك، يعزلك عن الناس، عن حبايبك، عن أصحابك، عن كل حاجة. بيبقى عايزك تطلع، عايزك تتفوق في نقطة معينة، عايزك تبقى شاطر في حاجة معينة، مش عايزك تلجأ لبني آدم زي غيره، لا، وعايزك عايزك تلجأ له هو، عايزك تقول يا رب. لأن يعني ربنا يعني هو الإله، هو كل حاجة. فأنت لازم تلجأ له، ما تلجأش لحد تاني. فلازم يحطك في موقف صعب عشان تقدر تطلع منه بني آدم تاني،
تقول أنا بطل، أنا عملت وسويت بفضل من ربنا، وما كان وما كان النصر إلا من عند الله. فربنا هو اللي بينصرك، وربنا دايما وداوم على الدعاء وداوم على صلاتك، لأن دي اسمها صلة. الصلاة هتسأل عنها، ده العهد اللي ما بينك وبين ربنا، أو العقد كمان اللي ما بينك وبين ربنا هي الصلاة. تارك الصلاة ملوش عهد أو ملوش عقد عند ربنا. يعني كان بيني وبينك حاجة، الصلة، الحاجة الموصولة ما بين الخالق والمخلوق، انت كمخلوق قطعتها، فالخالق هيبصلك على ايه؟ فاللهم احفظنا، وربنا ما يعني يتقبل مننا طبعا سائر الدعوات، ونسأل ربنا انه يعني يهدينا ويرشدنا للطريق الصح، ويبعد عننا طبعا ولاد الحرام، ويرزقنا بطلوع شهر رمضان الكريم. ونصيحة طبعا من أخ لإخواته المتابعين اللي بيشوفوني، حاول إنك أنت يعني تزود من نفسك في موضوع الكورسات، حاول تستفيد من موضوع اللغة بتاعتك، لأنك أنت كلغة بتقدر إنك أنت يبقى ليك سعر في السوق. اللغة هي الحاجة، الاستثمار الحقيقي في أي حاجة تقدر تشتغلها. الإنجليزي بتاعك، اللغة الأسباني، اللغة الإيطالي، الألماني، وهكذا اللغات. يعني عموما لو مسكت لغة أو لغتين وأتقنتهم بإذن الله ربنا يكرمك يا رب، هتكون في حتة تانية ويرزقك من واسع فضله بعون الله. أي حد يعني محتاج مني أي حاجة أو أي مساعدة في كورسات أو حتى إرشاد في أي حاجة اللي ربنا يقدرني عليها أقدر أعمله ليكم. فيما يتعلق بالأعمال أو أي حاجة أقدر، يعني مش هتأخر عنكم أبدا، وبتمنى لأي حد الخير طبعا أكتر من نفسي والله. ودي طبعا حاجة نادرا طبعا ما تلاقيها مع حد أصلا يعني، بس أنا دي حقيقة وده طبع فيا كرامي فيا، يعني إن أنا بتمنى للناس الخير كلها، واللي بعد عني طبعا يعني بيكون من دعائي لربنا إن هو يرزقني الناس الصح. فالحمد لله ربنا يعني ما بيعملكش زي ما قلت لك حاجة وحشة، وانا بقول لكم الكلام ده بصراحة عن تجربة، وانا اسف طبعا لو كان الفيديو طول قوي، لكن انا كنت حابب ان انا احكي معاكم فترة كبيرة، واتمنى ما تبقاش اخر مرة. ويعني دعواتكم ليا طبعا بالستر والصحة والرزق بإذن الله، وربنا يعدينا من الأزمة اللي احنا داخلين عليها أو اللي احنا فيها حاليا دي على خير. لأن يعني أديكوا طبعا شايفين على الساحة اللي بيحصل، يعني مش عارف أتكلم عشان اليوتيوب طبعا والحاجات اللي بيعملها طبعا. طبعا من يعني في الأزمات اللي احنا فيها دي، فربنا نسأل الله يعني العفو والعافية ويلطف بينا في اللي بيحصل ده. إن شاء الله بإذن الله هيكون في زي كورسات تانية. أي حد محتاج حاجة يبعت لي، يسيب الكومنت. ما تنسوش طبعا تدعيم بلايك وكومنت واشتراك لو حابين، لو عجبكم الفيديو. على الأقل كمان يعني برضو يعني تدعموني علشان أبتدي أنزل لكم بإذن الله الفترة الجاية زي كورسات أو محتوى بقى بشكل أساسي وأنيق، أو محتوى على قد ما نقدر هنطلع جودة كويسة فيما يتعلق بمشاكل الناس، الصحة النفسية أو الاكتئاب. طب أنا داخل على مرحلة معينة، أعمل إيه في التحديات اللي بتواجهني، زي مثلا يعني تحديات جديدة في شغل، مهمات جديدة بنعملها، حاجات كتير جدا. أتمنى يكون دردشة لطيفة معاكم والحوار معاكم ممتع.
وسامحوني طبعا لو شكلي مكشر، بس انا فعلا يعني لا انا يعني منهك شوية بس او مرهق شوية. بس كنت حابب ان انا اطلع معاكم، وبإذن الله مش هتكون اخر مرة. وطبعا يعني اتمنى او اسأل الله يعني انك انتوا انكم تحاولوا تمتثلوا لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. يعني كنت شفت له طبعا كلام حلو جدا، بيتكلموا عن سيدنا النبي بالإنجليزي حتى. يعني أنا من كتر حبي في الكلام ده ترجمته، إنه كان أعظم بني آدم في الدنيا تقريبا. عمره ما عشم حد بثروة، لأن هو كان الكنز الحقيقي، هو كان الغني. كان 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 أمي، لكن علم البشرية كلها. ما كانش عمره ما لبس تاج، كان دايما ورغم ذلك أرشد، عمل الأمة الإسلامية بحالها تتعدى مليار أو 2 مليار كمان مسلم. كان شخص صلى الله عليه وسلم كان شخص مسالم جدا، لا ما بيحبش الحرب وهدفه دايما السلام، ومع ذلك دخل حروب بهدف البحث عن السلام. كان امبراطوريات كتيرة وكبيرة جدا خافت وكانت ترتعش لما تسمع اسمه، رغم ان هو كان شخص بسيط مسالم، وعمره ما كان ليه سلطان ولا جاه. كان دايما مع ربنا، وزي ما قلت لكم في الاول الفيديو، اللي معاه ربنا بيمشي على الميه. فخلينا مع ربنا وخليكم مع ربنا، لان هو الوحيد، هو عصمة امرنا. يعني هو اللي بايديه، هو كن فيكون. فمفيش حاجة اسمها واسطة، احنا واسطنا ربنا. واي حد بيمر بأزمة يعني يستعين بالله. واتمنى، انا عارف ان هو ممكن يكون كلام انشاء او كلام اتقالك كتير، لكن انا بكلمك والله بجد عن تجربة شخصية وعن حاجات حصلت لي. يعني الواحد مر بحاجات كتير، ما حدش، لا صديق ولا حبيب يعني قدر ان هو يكون معانا او قدر يحل الحاجات دي. فطبعا يعني الشكوى لغير الله مذلة. فانت طبعا ربنا هو هو حلال العقد. يعني زي ما بنقول، ما تعقدت الامور ولا ان يعني اشتد الامر الا انفك. ان مع العسر يسرا، وده مبدأ الهي حلو يعني. ان مع العسر يسرا. فربنا ما عسرت الا وتيسرت. فخليك دايما مؤمن بربنا. ربنا يرزقكم ويحفظكم يا رب، ويحفظ اهليكم وذويكم. وبإذن الله نلتقي إن شاء الله بإذن الله في فيديوهات تانية هنتكلم فيها بإذن الله، يعني زي سلسلة برنامج بإذن الله كده بنحضر له. فدعواتكم لينا، وإن شاء الله خير الفترة الجاية. سلام.